بسم الله الرحمن الرحيم. تعمل ايه لو حد من قرايبك اتقبض عليه؟ اخوك اتقبض عليه، ابنك اتقبض عليه، والدك اتقبض عليه، تعمل ايه؟ بيجي لي اسئله كتير من الشكل دوت. فلان اتقبض عليه دلوقتي. يا جماعه، اول ما حد من ذويك يتقبض عليه اتصل بالمحامي بتاعك فورا. لو ما عندكش محامي كلمني. اول حاجه انا بطلبها من اهل المتهم او اهل الراجل اللي اتقبض عليه ده، بقول لهم روحوا اعملوا تلغراف دلوقتي حالا للنائب العام. عايز تعمل تلغراف للنائب العام يعمل، عايز تعمل تلغراف لوزير الداخليه يعمل، بس انا بفضل النائب العام. ليه؟ لان التلغراف بتاع النائب العام بيتحول بعد كده لقضيه اثبات ان التاريخ كذا الساعه كذا تم عمل تلغراف من فلان الفلاني بيقول ان فلان اتقبض عليه. وخلي بالك في حكم نقض حديث في 22، مش بقول من زمان، 22 بيتكلم على ان التلغراف ده دليل اثبات ان المتهم اتقبض عليه قبل ما يتعمل التلغراف. يعني المعيار في التلغراف تاريخ عمل التلغراف، مش التاريخ اللي انا بقول انه اتقبض عليه. ما انا مش هروح اعمل تلغراف واقول ده اتقبض عليه من اسبوع. لا، خلي بالك، لو هو مقبوض عليه بشكل قانوني التلغراف مش هيضر، لو بشكل غير قانوني التلغراف ده هيكون دليل براءته. واحد اتقبض عليه في كمين، واحد اتقبض عليه من البيت، واحد اتقبض عليه في اي حته، فورا لازم نعمل تلغراف. يا اما هعمله بالتليفون الارضي من خلال اتصال ب 124، يا اما هروح اعمله من السنترال الحكومي. انا عايز اعمل تلغراف للنائب العام. بقول ايه في التلغراف ده؟ بقول ان فلان الفلاني اتقبض عليه عن طريق قوه من الشرطه بدون اذن نيابه، ونخشى عليه من تلفيق الاتهامات. طيب انا قلت ان التلغراف ده ممكن يكون سبب براءته، ازاي وليه وايه دليلي على كده؟ محكمه النقض حكم حديث ليها واحكام متواتره بتقول ان التلغراف دليل على ان واقعه الضبط ديت تمت قبل ما اعمل التلغراف. يعني لو المتهم اتقبض عليه الساعه 5 واتعمل له اذن نيابه الساعه 9، وانت عامل التلغراف الساعه 5 ونص قبل اذن نيابه ما يطلع، معنى كده ان هو ايه؟ مقبوض عليه قبل ما يستصدر اذن نيابه، فالضبط باطل. سواء كان بقى عملوا له حشيش، عملوا له مخدرات، عملوا له اي حاجه، عملوا له اي حرز، عملوا له اي محضر ضبط، ايا كان التلغراف اللي انت عملته ده هيجيب له براءه. واحد تاني بيقول انا عملت تلغراف بس هو ما ظهرش برضه، اعمل تلغراف تاني. اعمل تلغراف كل يومين ثلاثه انه اتقبض عليه بتاريخ كذا. النهارده عملت، بعد يومين خلي زوجته تعمله، بعد اسبوع خلي اخوه يعمله، عدده. ولو ما ظهرش اطلع على المحامي بتاعك خليه يعمل دعوه بالافصاح عن مكان احتجاز فلان الفلاني. شوف احنا عملنا التلغرافات وعملنا دعوه، كل دوت انت كونت دليل مادي بوقائع ماديه تثبت ان المتهم ده مقبوض عليه قبل الاجراءات كلها، وبالتالي كل الاجراءات بتبقى باطله، وبالتالي ياخد براءه. يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.